تونسية. الدنيا غناية. الدنيا غناية. فتحي صغندة مؤسس مهرجان الأغنية التونسية. من دور مهرجان الأغنية التعريف بالإنتاج الجيد وبالإنتاجات التي أفرزتها مثل هذه التظاهرات. الموسيقى في البلدان العربية الإسلامية تكاد تنحصر في قالب الأغنية، يعني كل القوالب الأخرى من قوالب تعزف أو أوبرا أو غيرها مفقودة. أنت شوف حتى لليوم الأغنية تحتل نسبة كبيرة جدا في ما يذاع في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وفي شبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيرها، لأسباب تاريخية. يقولوا أن الموسيقى الصرفة المعزوفة لا تصلح إلا كمقدمة لشيء للغناء أو في لملء فراغ. ساعات احنا بين برنامج وبرنامج في الإذاعة ولا في التلفزة يحطوا معزوفة باش يملاو بها الوقت. فهذه تقاليد، وعدد الأغاني يفوق عشرات المرات عدد سائر المقطوعات الأخرى في قوالب أخرى. إذن قبل زكريا بن مصطفى بتنظيم دورة لمهرجان الأغنية تجندت لها كل تقريب الجهات المعنية بالموسيقى، يعني طبعا وزارة الشؤون الثقافية أولا، وكلفت أنا بإدارة هذه الدورة الأولى ورئاسة لجنة التنظيم ولجنة التحكيم كمبادرة أولى وكتجربة أولى، وانضمت إلينا الإذاعة والتلفزة التونسية، وتم الإعلان عن هذه الدورة وقبل الإنتاج، وتكونت لجنة لاختيار ما سيقدم في المهرجان، وقدم في شهر فيفري من سنة 1987 في سهرات في مسرح مدينة تونس. كانت سهرات ناجحة. مهرجان الأغنية صار عام 87. عام 87 نسمع في الراديو لكن الناس ثم مهرجان أغنية وفيه كذا وكذا. قلت علاش ما نشاركش؟ عملت مطلبي وباش نشارك شنو، لكن السنية تخوفت شوية من الأغنية. علاش؟ خاطر الأغنية قوية، حق قوية فيها معناها في البريزونس نتاعها واحد، هي مش معناها ما تنجمهاش، اما تخوفت هكا تقول لك تو صوتي يتعب ودرا شنو، وتخاف لما في المباشر لا ما تأديهاش مليح، رغم اللي يراو انا عندي فيها ثقة بالكدا. تشوف ايام حرمان مهما الدنيا تقسى عليك، مهما تكون مهموم حيران والدمع يبان في عينيك. قبلها سي عبد الحميد وسمع اللجنة اللي يحكيوا لي وقت اللي سمعها سمعهم منها شوية، قام محمد سعد الله يرحمه قال ميسي فورميدابل. هذا اللي حاجتي انا، هذا ما وصلني معناها كونه في اللجنة شكروا الأغنية. كنت أنا ايش عملت؟ أنا جيت عودت شديت الأغنية، عودت فركتها كما نقولوا جملة جملة، وعودت وزعتها لللايف للمباشر. هي من أحلى ذكرياتي في مجال الموسيقى على خاطر الساعة الأغنية تعملت بذمة مهرجان الأغنية التونسية. كان أول مرة تتقدم الأغنية لأنه كان فما مسابقة للأعمال الجديدة، فتقدمت في هذا الإطار، والفنان رشيد يدعس هو اقترح علي أنه نشاركوا في المسابقة مع محمود بن صابر كشاعر، وبالفعل شاركت رغم اللي سني كنت أصغر مشاركة في الحقيقة 17 سنة، وفرحت بطبيعة الحال أني نكون متوجة في الدورة الأولى للمهرجان. فما اون سامبوليك كبيرة في الدورة الأولى، كان فما كثير من المشاركين من أجيال مختلفة، ملحنين، موزعين، شعراء، أصوات كبيرة. فأني نكون متوجة في الدورة الأولى كان مهم جدا عندي، وبقات هالذكرى راسخة جدا لأنه الأغنية نفسها بقات. وأعتبر أنه خلي الحزن بعيد عليك
من أحلى الأغاني اللي غنيتهم في الحقيقة. الآن نستقبل على الركح أعضاء لجنة التحكيم لنتعرف على النتائج. سوف نستقبل لجنة التحكيم التي تشكلت بمناسبة هذا المهرجان، مهرجان الأغنية الأول. الفائزة الأولى سونيا مبارك. في وسط الخدمة في الوقت اللي خدمنا معنا الجمهور صفق، وكان كمني أنا ريتش البدويين في العاصمة نسمع في التصفيق ويعمل هكا صحافة دزوني يرجعوني للسان نغزر هكا كلي جاتني كل البهتة، وبعد درت نعمل هكا أنا من حي في الجو نعمل هكا وشدت يدير سونيا هزيتها هكا. أنا من الفنانين اللي من بداية انطلاق المهرجان كنت حاضر سنوياً في عديد من المناسبات، تحصلت على الجوائز الكبرى، عندي 7 جوائز ونعتبر من أكبر الفنانين اللي تحصلوا على جوائز في المهرجان. هذا علاش؟ لأني أصريت كونه عندنا معناتها في الميدان الموسيقي التظاهرة الوحيدة في موسم الشتاء، يعني فين ما فماش ياسر عروض مش كيما الصيف. حرصت باقي باش نكون متواجد على اساس باش المهرجان يكون متواجد، باش احنا كفنانين نكونوا متواجدين في التلفزات وفي معناتها القراب للجمهور. وزارة الثقافة وقتها حبت تعمل يعني لجنة تفكير بالفعل، وانا كنت فيها من ضمن الاعضاء. فكرنا في صيغة جديدة او نفس جديد لهذا المهرجان، ومن ضمن الناس اللي اقترحوا وشديت صحيح الحقيقة أنه يولي المهرجان اسمه مهرجان للأغنية التونسية. علاش؟ على خاطر الأغنية مهمة جدا في المشهد، والمطرب مهم والملحن مهم والشاعر مهم، ولكن في الوقت هذاك احنا في 2003-2004 كان هناك أنماط جديدة قاعدة ترسخ في مكانتها على الساحة الموسيقية. فمهرجان أغنية ولا موسيقى يلزم ما يكونش بمعزل على هذا التطور اللي صار. فاقترحت أنه يكون مهرجان للموسيقى التونسية حتى يكون هناك تنوع لأنماط غير الأغنية، مع الحفاظ على أهمية الأغنية في المهرجان هذا. طبعاً وقع الاقتراح أنه نكون أنا مديرة الدورة، وتواصلت لمدة 4 دورات. يعني أنا ترأست مهرجان الموسيقى التونسية من 2005 حتى 2008، وكل دورة كان هناك مسابقات جديدة. أول شيء شعار المهرجان كان أنه المهرجان مفتوح لكل الأنماط الموسيقية وكذلك لكل المبدعين مهما كانت مشاربهم، يعني فنان من الموسيقى الشعبية ولا فنان من الوتري ولا فنان حتى من الموسيقى ما يسمى الموسيقى الجديدة المعاصرة، فكلهم كانوا مدعوين أنهم يشاركوا. ولهذا المسابقات نوعت إلى جانب مسابقة الأغنية المتكاملة، معناتها أنها تكون فيها جائزة للشاعر، جائزة للملحن وجائزة للمطرب. كان هناك أيضا مسابقة للمعزوفات الموسيقية، وبالفعل اكتشفنا أنماط جديدة واكتشفنا موسيقيين جدد، وهذا زاد من أهداف مهرجان مثل مهرجان الموسيقى التونسية، لأنه يعطي فرصة لشباب حتى يعطينا أفكار جديدة، لأنه الموسيقى كما تعرف الأغنية والموسيقى هو دم جديد، لازم ديما فما دم جديد. إلى جانب أنه المهرجان كان كل عام يقدم مسابقة أخرى جديدة، يعني إلى جانب مسابقة المعزوفات كان هناك أيضا مسابقة للأعمال المتكاملة. الأعمال المتكاملة هذه نوع من الأوبريت، يعني تدوم نص ساعة فيها خط رابط، يعني موضوع معين يختاروا ملحن ويخدم مع مجموعة مع فريق ويقدم لنا هالعمل. كان هناك زاد المسابقة هذه، وآخر المسابقات اللي قدمناها هي طبعا مسابقة المجموعات الموسيقية الشبابية في كل الأنماط، وكثيرين حتى التوا اللي قاعدين ينشطوا في القطاع بداوا من مهرجان الموسيقى التونسية.
وتواصلت ونشوفوهم في مهرجانات أخرى. هو في الحقيقة الاختيار تم على أساس الفنان اللي نجم يجمع واللي طبعا عنده التجربة في الميدان، سواء المستوى الأكاديمي، يعني معناتها قاري الموسيقى ويعرف الموسيقى ويعرف يتعامل مع الموسيقيين، وأيضا الطبع تاع الفنان، لأنه الفنان اللي يجمع ينجم يأثر في معناتها في الميدان، اللي أهل الميدان اللي عندهم مدة معناتها انقطاع لمدة 12 سنة. حبيت تكون معناتها حاجة جميلة على مستوى الصورة وعلى مستوى معناتها الموسيقى، لأنه فرضت حكاية التوزيع الموسيقي. فحرصنا، ومش أنا وحدي طبعا، محمد الأسود كان وقتها لاهي بالفرقة والعديد من الموسيقيين، وحرصت أيضا باش تكون فما معناتها الشيف دوركستر يتنوعوا. شاركوا معي أكثر من 4 شيف دوركستر، وأيضا المنظر نتاع الفرقة يكون محترم، يعني كبير بالكدا. ولكن بعزيمة أهل الثقافة في الإشراف والإبداع التزمت بمسؤوليتها وشرعت في التحدي بمؤازرة وزارة الشؤون الثقافية. بالنسبة لمسابقة العزف، أنا ماذا بيا يعطيوه فرصة المعزوفات، وعلاش لا العزف الفردي، علاش لا؟ ماهوش امتحان، هو معناها بالنسبة معناها اللي يعزفوا العزف الفردي يتعدوا على الصوابع زاد، راهو بالنسبة للعواجية والكمانجاتية والجيتاريست، معناها اللي يعزف جيتار غربي ومتابع، أعطيهم فرصهم. نقترح كونه الشباب أعطيه خليه يتنفس، أخويا الشباب راهو جاي في ظروف صعيبة برشا، معناها احنا باقي منعنا نتسماو، أما الشباب أعطيه خليه يزهى وخليه شيخ. كل تظاهرة تعتني بالإبداع الموسيقي والغنائي واللحني والشعر والعازف المنفرد. اليوم عنا عازفين هايلين، يعني يتخاطفوا فيهم، سامحني في الكلمة، في العالم العربي، فمهم أنه نعتني بهم ونعطيهم الفرصة. أهم شيء أنه يكون فما فرصة للإبداع وفرصة للتميز وفرصة أنه الناس تلتقي، لأنه ربما أهم شيء في مهرجان إن كان أغنية أو موسيقى أو غيره من المهرجانات في قطاعات أخرى هو لقاء أهل القطاع، وهذه فرصة جديدة، وربي يوفق الناس ووفق الناس الكل إن شاء الله. أنا نتمنى كونه المهرجان هذا يتواصل وطبعا يتطور على مستوى الشكل، لأنه تويكا باش معناتها تغرم الشباب باش يكون حاضر في المهرجان، يلزم تكون صورة جميلة باش هو معناتها الفضاء اللي باش يطلع فيه ويقدم فيه الانتاج نتاعو يحسوا حاجة معناتها مودرن وحاجة معناتها نتاع وقتها، مش حاجة أركايك، لأنه احنا عدينا حياتنا كاملة في المسرح البلدي، وتويكا الإمكانيات توفرت، وحتى الإمكانيات البشرية معناتها موجودة، معناتها كموزعين وكديكوراتور باش إن شاء الله الكل مهرجان على مستوى إن شاء الله معناتها عالمي ولا عربي على الأقل. مهرجان الأغنية التونسية يبقى رغم كل شيء مناسبة للتنافس النزيه بين المطربين والمطربات والملحنين والأدباء وغيرهم. يبقى كذلك منارة في المشهد الثقافي العام في تونس. أرى أنه من الضروري أن نحافظ عليه، لأنه هو اللي ربما يعطي صورة من الصور لما عليه الإنتاج الغنائي في بلادنا. مهرجان الأغنية التونسية في دورته 21 من 7 ل 12 مارس بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي تونس.